السلام عليكم وصباح الفل. النهارده هعمل بتنجان مخلل. فقلت ايه، بدل ما اعمل هريسه للبتنجان بس اعمل هريسه واشيلها في الفريزر. تنفع بقى سمك، تنفع بتنجان، تنفع اي حاجه. تمام. فانا هعمل الفلفل الاحمر الاول بالثوم والمكونات اهي: فلفل احمر، فلفل اخضر، ثوم، ليمون، اللهم صل على حضرة النبي. وده البتنجان. تمام. هعمل الفلفل الاحمر الاول هريسه لوحديها، وبعد كده هضيف احمر على اخضر للبتنجان، لسمك، لاي حاجه. تمام يا حبايبي، صباح الفل عليكم. هنصلي على الحبيب، الصلاة والسلام. ننزل الفلفل الاحمر، بسم الله. هنحط الثوم وهنضرب. بسم الله. نضيف الملح بقى يا حبايب قلبي. بسم الله. محتاج بقى يتقلب. بسم الله. نحط عصير ليمون. بسم الله الرحمن الرحيم. نقلبه. اللهم صل على النبي. الله اكبر. شايفين يا حبايبي؟ بسم الله. اهي منتهى الجمال. دي هتبقى لوحديها. تمام. افضيها بحاجه واحط الاخضر على طول. بصوا حبايبي، انا مغسلتهوش علشان انا محتاجه على الفلفل الاخضر احمر برضو. تمام. نسمى الله. بسم الله.
الفلفل ده حامي، هنحط عليهم حبة بارد. اللهم صل على النبي، الله أكبر. بيتضاف عليه رومي. دي بقى يا جماعة لما بتبقى في التلاجة بتوفر وقت كتير. تحطوا بقى شوية ببطرمان وعليهم زيت في التلاجة، والباقي تحطوه في اكياس او حاجات ايه تستحمل الفريزر. بسم الله الرحمن الرحيم. التوم اهو تمام، نصلي على النبي. بعدين نحط الملح وعصير الليمون ونقول يا رب. لسه الفلفل ده مش حامي كتير، يعني في رومي وفي حامي نص نص، لكن الاحمر حامي قوي. هنقلب. هي خبطة واحدة وخلاص علشان ايه بيبقى خشن شوية. والله حلو كده. كده ولا ايه؟ افسدها. كده كفايه قوي علشان دوت يبقى مجروش شويه، ما يبقاش ناعم قوي. بسم الله. بصوا حبايبي، صلوا على النبي. افضيه واوريهولكم. تمام اهو يا حبايبي. الفلفل اهو، ده الاحمر على اخضر مجروش شويه، خشن خشن بقى للبتنجان، لو عوزتوا تحطوا على خضار على اي حاجه جميل جدا. تمام. وممكن سمك، بس انا بفضل لما نيجي نعمل سمك يبقى ده انعم بكتير قوي، علشان السمك ما يبقاش فيه الحاجات الخشنه دي. يعني انا هعمل لكم مره ان شاء الله للسمك بيكون انعم من كده، بيكون زي الهريسه الحمراء. الهريسه الحمراء ناعمه اكتر من اللي هي الاخضر على الاحمر. تمام. واللي هيخليني اعمل قرنين وشويه ملح وليمون ومش عارف ايه في كل مره، لا انا بعمله وبيقعد على فكره فتره حلوه قوي. بيتفضى في اكياس او في علب للفريزر، وممكن اعبي بطرمان صغنن كده استعمله طول الاسبوع، وعليه شويه زيت، ما بيجرلهوش اي حاجه في التلاجة. تمام. هنصلي على النبي بقى ونعمل البتنجان. يلا حبايبي، حطيت الزيت اهو عشان البتنجان. بسم الله. يبقى جميل قوي وهو مسلوق نصين كده. نصلي على الحبيب. بسم الله. ان شاء الله يا جماعه هعمل لكم هريسه سمك بتبقى ناعمه خالص زي الاحمر كده.
تبقى للسمك بقى وللبانيه، الحاجات الناعمة بتبقى للبانيهات وللسمك. بصوا حبايبي، البتنجان استوى خالص. بسم الله. ونزلت الفلفل اهو، بسم الله. كده خلاص يا حبايبي، الفلفل اتقلى اهو. نصلي على النبي ونطفي على النار، ونبتدي بقى نخلي البتنجان. هوريهولكوا لما يتخلل ان شاء الله. صلوا على النبي. اهو يا جماعه طبق البتنجان تمام، والهريسه الخضراء على احمر، ودي الهريسه الحمراء تمام. دي حبايبي بقى تتعبى في اكياس او تتعبى ببطرمانات، تبقى قابله للفريزر تمام. والهريسه الحمراء دي برضو، دي بقى لو حطينا عليها زيت زيتون اللهم صل على حضرة النبي وخل، وفي توابل معينة كده بتاعت الهريسة، بتبقى هريسة تونسي، نفس طريقة الهريسة التونسي تمام. بس هي البلدي بتاعتنا المصرية الجميلة تمام. مش كل شوية بقى هندق ونعمل. بألف هنا حبايبي، وكده رضا.